السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حبابتي غاليتي. نرحب بكم بزاف بزاف في قناة ليليان. نقول لكم مرحبا بكم والقناة قناتكم. رحب بالمشتركات الثاني اللي انضموا عندي في القناة. نقول لكم مرحبا بكم وراكم شرفتوني. اليوم هاني طليت عليكم فيديو ثاني متنوع، يعني واش درت من الصباح حتى لليل. يعني واش درت كامل في النهار تاعي من الصباح حتى العشية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيما راكم تشوفوا البنات، نض الصباح حطيت شربت قهوتي وحطيت سقيت هادو النباتات تاوعي هما الاولين، ما نكذبش عليكم دايرت لهم معزه سبيسيال هما الاولين. بديت سقيتهم كامل كيما راكم تشوفوا. انا من محبين النباتات لهنا كاين اللي سقيتهم كامل، ومن بعد رحت طول الغدا تاعي. هنا الغدا تاعي كيما راكم تشوفوا عندي طرف تاع اللحم يعني بقري وزوج حبات بصله. راح ندير البنات شوربه فريك وندير بوراك. حطيت لهنا البصلة تاعي رحيتها ودرت هذوك الطراف تاع اللحم ودرت فلفل احمر وكزبر والثوم وفلفل كحل، وحطيت شويه زنجبيل ورك تاع كرفس يعني كان عندي في الكونجيلاتور، وبعد تبني وشويه زيت، وبعد تبني البنات يجيب لي الدبشه. يعني انا حطيت ندير شاربه اكسبريس يعني 5 وخلاص. ولا هنا البنات عندي بولي اشي يعني مرحي، زدت له شويه بصله. حندير به يعني بوراك، يعني راح ندير شاربه تاعي عاديه البنات. لهناك تعودوا راح تسيقوا ولا تفرزوا، ديري الغدا تاعك هو الاول وبداي في الشغل. هنا رحت للشنابر يعني بديت كيما راكم تشوفوا. هذا البنات جال هذاك صورته لكم المره اللي فاتت، يعني يخلي ريحه هايله في الدار. هنا البنات انا اسبيريت الشنابر كامل بلاسبيراتور، يعني كانت الحاله نظيفه. مسحت برك هكذا مسحه خفيفه برك على الديار وكل عقبت، ومسحت الغبره كامل. يعني كانت الحاله نظيفه يعني. مسحت برك وحبيت نصور معاكم هكذا وندير معاكم طلة ونقولكم يعطيكم الصحة. وصورت لكم البنات الدوش تاعي يعني حبيت نوريكم كيف راني مستفاتو كامل. طلبوا مني بزاف متتبعات، قالوا لي ورينا. يعني انا الدوش تاعي البنات ما هوش مخدوم، بصح حبيت نوريكم كيف راني منظمته. لهنا البنات الصالون تاعي ثاني بعد ما مسحته كامل كيما راكم تشوفوا، يعني مسحت برك البنات. مسحت له الغبرة مسحت بالنشافة، يعني ساعة ساعة الواحد يمسح بالنشافة، وساعة ساعة كي تخمج الحالة ينظف يكب الماء. لأن رحت للدوش تاعي ثاني درت له ترغوينة خفيفة البنات، وصورت لكم. يعني أنا كنت نفضته يعني من قبل، وصورت لكم كيف راني مستفاتو. يعني البنات أنا مانيش خادمته، وصراحة الفايونس تاعو يغمني، لا كولير تاعو مغمومة بزاف. قلت لكم يعني حابه نخدم والدار هذه وكاين اللي اقترحوا لي قالوا لي ديري لا بانتور تاع الفايونس. نقول لكم يعطيكم الصحه، دوك نجرب. شوفوا هنا بعد ما غسلته يعني يقول لك ما يهمش الاخر، المهم الدار نظيفه وخلاص. شوفوا كيف ولا نظيف يشعل. حبيت نصوروا للبنات، يعني قالوا لي كيف راكي مستفه الدوش تاعك. يعني انا نقول لكم الدوش تاعي جد بسيط. وواحدة سقساتني على الباسينات، قالت لي وين تحطي باسيناتك ووري لي. نقول لك يا اختي انا ما عنديش باسينات، عندي ريزرفوار برا نغسل القش في الماشينه وننشرو طول ثم في الساسلانش. ولهنا البنات عندي هذا المنظمه دايره فيها الشامبوان وجيل دوش كيما راكم تشوفوا. ولهنا البنات لابينوار نغسل فيه الفريش تاعي الزور ولا، وندوش فيه. وعندي البيدون هذا ندوش فيه، وكي تعود عندي نحب نغسل حاجه لا نغسل في البيدون هذا. يعني ما عنديش الباسينات البنات. قالت لي صوري لي كيف دايره الباسينات ولا، نقول لك ما عنديش اختي، عندي غير هذا البيدون حاشاك. وعندي واحد تاع السياق راني دايرته مور الباب هذا، ها اكرمكم الله. وعندي هذا المنظمه هذه البنات شريتها غاليه، يعني دايره فيها الفوط تاوعي اكل يعني جدد والقدوم تاع الاستعمال اليومي كلش حطيتها في الدوش. هكذا كي نحب نجبد طول ونعلق مور الباب هذو. يعني طبقتهم لهنا، ما حبيتش نحطهم في الخزانه بس كان عندي ضيق. حطيتهم لهنا منظمات كامل هكذا مستفة الفوط تاوعي البرنوس الحوايج الكبار الفوط الكبار. ومور الباب دايره الحوايج اللي نستعملهم كيما راكم تشوفوا. دايره هذيك البلو للولاد والغوز هذه ليا، ودايره هذه الفوطه والبرنوس تاع الزوج وحاشاكم. وهذا السربيته هذه تاع الرجلين. ولا هنا البنات دايره لابواط فارماسينا. سمحوا لي راني مريضه. هنا دايره هنا البوماده والدواء الاحمر والقطن وهاكم على بالكم والالكول وكلش. مستفتهم كامل في هذا لابواط فارماسي. هنا بنات دايره الشمع ومذوبه الشمع مع زيت الزيتون، يعني ندير فيهم الرجلين تاع راجلي حاشاكم. عنده هذوك التشققات نداوي فيه بهذا الشمع هذا لهنا. هذا هو يعني الدوش تاعي يعني جد
دو بسيط، واللي هي دايرة هذيك الفايونصة على جال حاشاكم هذيك الريقولة باش ما تضربش منها الريحة ولا برك. هذا هو الدوش تاعي يعني سامبل البنات. ها هو بعد ما كملت يعني سيقت ونظفت الحالة كيما راكم تشوفوا هنا. كملت صورت لكم يعني كيفاه ولات الحالة نظيفة. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو هذا. يعني حبيت نطلع لكم بروتين خفيف ظريف. لان البنات هاو كيما راكم تشوفوا انا البنات سيقت سكرت الطيق عندي الغبار بزاف ورحت نكمل الغدا تاعي. هنا كان طابت الشوربه اللحم تاعي هذاك طاب. جاب لي بني الدبشه لهنا كيما راكم تشوفوا. درت بوكي تاع دبشه حشيش تاع دبشه وحطيت الفريك تاعي وخليته يغلي ورحت باش نكمل الغدا تاعي. يعني لزت عمرت البوراك. كان الدجاج تاعي طاب عمرته يعني بنتي البوراك لهنا كيما راكم تشوفوا. يعني هذا هو غدايا سامبل. انا كي يعود الزوج ما كانش ندير انا وولادي واش جات ناكلو. لهنا كان عندي قلت لكم شكاره تاع بوراك درتها لهم يعني رافقتها مع الشوربه. درت فيه غير الدجاج وبصله وفلفل كحل وشويه البنات كي طاب خلص درت قطعت له شويه دبشه ومعدنوس ودرت شويه فرماج. هذا ما كان. هذا هو البوراك تاعي. وهاي الطابله تاعي كي طابت يعني الشوربه تاعي. هذا هو الغدا تاعي. رافقت معاه شويه تاع فلفل كان عندي مقلي ودرت زيتون كاسي. هذا هو الغدا تاعي. نتمنى ان شاء الله تكونوا يعني استفدتوا وهزيتوا على بعضكم. اللي اول مره شاف الفيديو تاعي وشاف القناه تاعي ما تنسونيش وإلا عجبتك يدير اشتراك وديروا لي البنات جيم. كي تدخلوا ديروا لي جيم يطلع الفيديو كيما راكم تتفاعلوا معايا باش انا نزيد نتفاعل معكم ونحط معكم فيديوهات ونعطي لكم افكار. وكل مره ان شاء الله نجاوبكم. يعني اللي تحب حاجه ولا تستفسر على حاجه هاني نزيد ندير لكم. هذه المره قلتوا لي ديري لنا الدوش درت لكم الدوش. المره الجايه ان شاء الله نزيد ندير لكم بلاكار تاعي ولا هذاك كي عدتوا تحبوا التنظيمات والتنظيفات ندير لكم البنات كل مره. يعني ندير لكم حاجه وانتم تستفادوا ان شاء الله. نقول لكم يعطيكم الصحة الدعم تاعكم بزاف. هنا البنات هذا هو كان الغدا تاعي. بعد ما تغدينا غسلت الماعن روبوزيت شوية ومن بعد نوضت العشاء. لهنا العشاء البنات راح ندير غير حاجة خفيفة. هنا حطيت نقلي فلفل في هاد لافريتوز اللي صورتها معكم البنات. يعني نقول لكم اقسم بالله غير صوردها حلال والله من ندمت عليها. ندمت السنين اللي كنت مخبيتها. بس البنات الله يبارك ما شاء الله. يعني كيفاه تقلي الفلفل ما ديري سباك ما ديري زيت ما ديري مقله. شوفي يعني كلش درت مغرفه تاع زيت البنات هكذا كبيت هكذا تاع 5 زربه وحطيته يتقلى. ولهنا كانت عندي نص لتر تاع حليب. قلت نديرها فلون لولادي للسهره. مهم ندير لهم حاجه حلوه. ولا هنا كانت عندي حبه طوماطيش البنات زدتها رافقتها مع هذاك الفلفل الحار هذاك. يعني ماهوش حار مليح برك. لهنا البنات طيبت الفلون تاعي. المهم انتي تتحايلي على ولادك ديري لهم حاجه هكذا ساعه حاجه. انا ما نكذبش عليكم يعني انا ما نديرش تحليات بزاف. بصح هكذا كي تكون كاينه مناسبه ولا حاجه هكذا ندير سهره لوليداتي. يعني اكثر كيعود بويهم لهنا في الدار ندير حاجه لولادي. لهنا كي يسخفوا على الفلون كانت عندي قلت لكم نص يطرح حليب قلت ولا غنديرها لهم نديرها لهم فلون السهره. كيما راكم انا من محبين الفلون تاع الفريز. عندي حاجه في الفاني نشتي ندير تاع الشيكولا ولا الفريز بزاف. شوفوا لهنا الفلفل يعني كيفاه تقولي تقلى في الزيت في المقله عادي. البنات جاي يهبل ما يطير زيت ما يعذبك ما تبداي الزيوتات تطير لك فوق الاخر وانتي تمسحي. يعني كلش الله يبارك منظم. شوفي الله يبارك انا مازال ما تقلاش مليح. انا صورت لكم برك البنات. لهنا قلت لكم درت هذا الفلفل وزدت رافقته مع حبه تاع لي فريت. هنا ثمثم الطد يعني تشوفي الفلفل تاعك يعود يطيب والاخر يعني كلش علم مباشر. هنا زدت رافقت معاه شويه تاع لي فريت. يعني هذا هو العشاء تاعي بسيطه البنات. قلت نبارطاجيه ونطلع لكم يعني فيديو خفيف ظريف. ومنها يعني باه ما تقلقوش حباباتي نقول لكم والله راني شويه مريضه ادعوا لي ربي يشافيني ان شاء الله. ونزيد نحط لكم فيديوهات ان شاء الله واحده اخرى. هنا بعد ما تعشيت يعني هنايا هذا هو العشاء تاعي. غسلنا الماعن. لهنا البنات والله في السهرة قلت غنطيب نعناع. الولاد تاوعي كلاو الفلون وانايا قلت والله غنطيب نعناع. قلت لكم كي عشيت مريضة صورت معكم هذا البوكس البنات. يعني بعثوا لي راجل اختي يعني في حلويات هكذا صورت لكم.
وهاي السهرة تاعي يعني شربت شوينة أنا يعني البقلاوة والفلو ما كليتش ما نكذبش عليكم صورت معاكم برك يعني نقول لكم يعني شكرا شكرا على الدعم وشكرا على التعاليق الطيبة استنوني في فيديوهات واحدة أخرى يعني حابة نزيد نحط لكم عندي وصفة تاع سفنج يعني حابة نحط لكم وصفة تاع بريوش يعني حابة نحط لكم وصفات بصح لقيتكم تحبوا لي روتين أكثر إن شاء الله ربي يقدرني ونحط لكم ونقول لكم إلى اللقاء سلام.